سيبحث عن اول هدف له هذا الموسم. اذا يسري بوزوق وجه لوجه مع الحارس المهدي بن عبيد. يسري بوزوق صافره ديال الحكم، وقت الحكم مازال كيطلب اللاعبين بانه يكونوا خارج المستطيل. يسري بوزوق الهدف الاول، الهدف الاول لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب يسري بوزوق اللي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف اول، فرحه كبيره للاعبين ولجماهير فريق الرجاء. 22 دقيقه الرجاء يصل الى شباك الحارس مهدي بن عبيد من نقطه الجزاء. هدف اللي اعتقد بانه غادي يحرك المباراه بشكل جيد. سننتظر رده فعل فريق الجيش الملكي. لاحظوا يسري بوزوق كيوضع الكره في الجهه اليسرى لمرمى الحارس مهدي بن عبيد في الوقت اللي مهدي بن عبيد اختار الجهه اليمنى. وهدف اول لفريق الرجاء، هدف اول للاعب يسري بوزوق هذا الموسم، وهدف الذي اعتقد بانه سيشعل الان لتسجيل هدف التعادل. رابح حريمات يستعيد للتنفيذ. حكم كيطلب اللاعبين ديال الفريقين يكونوا خارج مستطيل العمليات. رابح حريمات وضع الكره. رابح حريمات العميد امام عميد الرجاء. رابح حريمات بطريقه ممتازه. رابح حريمات يضع الكره في شباك هدف التعادل لفائده فريق الجيش الملكي بطريقه ذكيه بفنيه. رابح حريمات كيوضع الكره في شباك الحارس انس نيتي، وهدف التعادل لفائده فريق الجيش الملكي. فرحه كبيره للاعبي الجيش الملكي. لاحظوا باي طريقه وباي هدوء صراحه يحسد عليه رابح حريمات اللي كيوضع الكره بفنيه كبيره. هدف التعادل لفائده فريق الجيش الملكي. كما قلت بانه تقريبا 5 ديال الدقائق على هدف يسري بوزوق. رابح حريمات كذلك من في اولى الجولات في الوقت التبادل المحاوله مرتد هجومي. نوفل الازروني، انطلاقه ديال نوفل الازروني، فرصه الهدف، فرصه الهدف، فرصه الهدف، فرصه الهدف. يسري بوزوق، يسري بوزوق ثنائيه. هدف جميل لفائده فريق الرجاء. اي الطريقه والسرعه لنوفل الازروني. سينا مره اخرى وراء ظهر المدافعين يتمكن من المراوغه. يضع الكره ليسري بوزوق بطريقه ممتازه، يضع الكره في شباك الحارس المهدي بن عبيد. وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. اذا الرجاء كيتمكن مره اخرى انه ياخذ سقف هذه المباراه. لاحظوا الانطلاقه ديال نوفل الازروني من كما قلت انسلال من وراء ظهر المدافعين. هنا المراوغه، التمريره، يسري بوزوق يضع الكره في الشباك. وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. فرحه كبيره، وكذلك كنقول بانه تفاهم كبير بين نوفل الازروني ويسري بوزوق. لاحظوا التمرير والكره بكل هدوء كيوضعها يسري بوزوق في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. الوقت اكيد غادي يكون لمتابعه الصوره، متابعه اللقطه من طرف حكام الفار من اجل التاكد بان نوفل الازروني